بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناة. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا ابدا يا رب. تعالوا النهارده اما نشوف المحتوى بتاعنا النهارده، يا رب يليق بكم وعند حسن ظنكم. النهارده نص الاسبوع، قلنا غدنا النهارده كان عندنا فراخ متبله فقلنا نطلعها ونعملها النهارده في نص الاسبوع يا حبايبي، ونعمل بقى صينيه بطاطس جميله كده من الزمن الجميل. جربوها معايا بالطريقه ديت ان شاء الله تعجبكم بالطريقه الحلوه دي. الفراخ يا حبايبي انا كنت متبلها، هجيب لكم طريقتها برده معايا اهيت، عشان خاطر ايه اللي يعني ما يعرفش الطريقه ديت او يعني ما عندوش خلفيه، يا ريت يشوف الوصفه دي حلوه قوي قوي. بصراحه تتبيله جميله وبتدي طعم حلو قوي وما شاء الله هتجربوها معايا. تعالوا النهارده نشوف، نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده معانا ايه، بصله، حبيت طماطم واحده، قرن شطه احمر اخضر يعني بيستحسن ان هو الاخضر برده، علبه زبادي، البهارات اللي انت بتحبيه، جنزبيل، فلفل، كمون، كزبره ناشفه، قرفه، ملح طبعا، عصره ليمونه، اللون اللي هو الاصفر ده مع الكركم برضو ما شاء الله، فبيدي بصراحه الباربيكيو او صويا صوص، اي حاجه من التتبيلات الحلوه ديت. وبعمل بقى مع فصين توم برضو ما شاء الله بتتبيله حلوه قوي قوي. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله تبقى حلوه قوي. انا كنت متبله الفراخ ديت وحطها على الرف، يعني بقى لها يومين او حاجه على الرف في الثلاجه. فبتاخدي مثلا الكميه اللي انت هتعملها والباقي يعني في الفريزر لو ما كانتش متجمده. لو كانت متجمده طبعا مش هتخش تاني التجميد، لكن لو انت جايباها طازه وتبلتيها وعايزه تحفظيها بعد يوم او اتنين من على الرف، بتدخلها الفريزر بقى في اكياس برضو او في الاطباق الفل ده عادي، بتسيبها لما الحين انت تعوزاها تاني. خلاص، تتبيله حلوه، وصفه اعتمدوها جميله جدا ما شاء الله. طب تعالوا ما نعمل صينيه البطاطس الحلوه دي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. معايا بصلايه، يعني حسب البطاطس اللي انت هتعملها، بصلايه، فصين توم، قرن فلفل احمر اخضر الموجود عندك. طبعا معايا البهارات، الفلفل، كمون، كزبره ناشفه، الموجود اللي انت بتحبيه. بصراحه كل البهارات الحلوه اللي انت بتحبها لصينيه البطاطس حطيها. وبعد كده يا حبايبي بغلفها بالزيت والثوم والبصل والبهارات والكلام ده، وبعد كده بنزل عليها بالطماطم وبسيبها تتسبك ما شاء الله على نار هاديه، لان ما كنتش بكترها يعني الميه الطماطم كده. فبتستوي بتبقى جميله، بطاطس حلوه قوي، طعمها حلو خرافه. جربوها بالطريقه دي. بحب انا ايه اطلع ازر ريحه البهارات يا حبايبي. طيب الجماعه اللي لسه شايفيني دلوقتي ولسه ما اشتركوش في القناه بتاعتي، يا ريت يشتركوا. دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني، واوعوا تنسوا اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه عشان خاطر القناه كده ايه، المشاهدات بتاعها تزيد يا جماعه، عشان خاطر اليومين دول مش عارفه المشاهدات في ايه، عليا انا بس ولا على الناس كلها. يا ريت تتفاعلوا مع الفيديو من اوله لاخره، يعني ما تجروش الفيديو عشان خاطر ايه تشوفوه وتشوفوا يعني التكات والحركات اللي فيها بتاعت الفراخ دي والصينيه البطاطس الجميله دي. في ناس بتحب تجري الفيديو كده وتجيب نهايته وخلاص، لا، يا ريت لو اتفاعلتوا معاه تحسب لي مشاهدات. خلاص. طب يا ريت الفيديو النهارده ينال اعجابكم بتاع عند حسن ظنكم، واوعوا تنسوا في الكومنتات الحلوه اللايكات الجميله بتاعتكم اللي بتعجبنا وبتشجعنا عشان نعمل لحضراتكم فيديوهات. يا رب اشوفكم دايما على خير، اشوفكم على خير، مع السلامه.